يا أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد، ومعاكم محمد سامي من قناتكم لحظة حسم. أنا هنا عشان نتكلم عن حل سحري لمشكلة بنعاني منها كلنا: التشتت والمماطلة. كتير مننا بيحس إن اليوم بيعدي بسرعة من غير ما ينجز أي حاجة، أو إن المهمة الكبيرة اللي قدامه بتخليه يفضل يأجل فيها. الحل بسيط جدا، وهو تقنية بومودورو. التقنية دي مش بس هتساعدك تركز وتنجز مهامك في وقت أقل، لكن كمان هتعلمك إزاي تفصل بين الشغل والراحة وتتجنب الإرهاق الذهني. التقنية دي اخترعها شخص اسمه فرانشيسكو تشيريلو، ولما اخترعها كان بيستخدم تايمر على شكل طماطماية، عشان كده اسمها بومودورو، اللي معناها طماطم بالإيطالي. يلا بينا نعرف إيه هي التقنية دي وإزاي نستخدمها. إيه هي تقنية بومودورو؟ الموضوع بسيط جدا وبيتكون من خطوات سهلة. حدد مهمة واحدة، اختار مهمة واحدة بس عايز تركز عليها وتنجزها. ظبط المؤقت التايمر، ظبط المؤقت على 25 دقيقة بالظبط. أبدأ في الشغل، اشتغل بكل تركيزك على المهمة دي لمدة 25 دقيقة. ممنوع أي تشتيت، لا إشعارات تليفون ولا سوشيال ميديا ولا أي حاجة. خد استراحة قصيرة. أول ما ال25 دقيقة يخلصوا خد استراحة مدتها 5 دقايق. في الاستراحة دي ممكن تقوم تتمشى أو تشرب حاجة أو تتكلم مع حد. كرر العملية بعد الاستراحة، ارجع كرر الخطوات دي مرة تانية. 25 دقيقة شغل زائد 5 دقايق راحة. الاستراحة الكبيرة: بعد ما تعمل الدورة دي 4 مرات خد استراحة طويلة مدتها من 15 ل 30 دقيقة. ليه التقنية دي فعالة؟ بتساعد على التغلب على المماطلة، بتحول المهام الكبيرة ل 25 دقيقة قبل للبدء، بتزود التركيز. ال 25 دقيقة بتخليك في سباق مع الزمن ضد التشتت، بتمنع الإرهاق الذهني. الاستراحات المنتظمة بتحافظ على طاقتك وتركيزك، بتخليك تقدر وقتك، بتعرف المهمة بتاخد قد إيه بالظبط، وده بيساعدك تخطط أفضل. نصايح لتطبيق بومودورو بذكاء: اختيار الأداة المناسبة، استخدم تايمر الموبايل، تطبيق بومودورو، أو تايمر مطبخ. نظام إزالة التشتيت: قفل إشعارات الموبايل وابتعد عن أي برامج أو مواقع تشتتك. استغل الاستراحة صح، ابعد تماماً عن الشاشة، اتحرك أو اتكلم مع حد. خليك مرن، لو 25 دقيقة قليلة ممكن تخليهم 30 أو 40 دقيقة وتزود الاستراحة. الخلاصة: مش مهم كمية الساعات اللي بتشتغلها، المهم جودة التركيز. تقنية بومودورو هي أكتر من مجرد إدارة وقت، هي بتعلمك عادة جديدة، عادة التركيز والإنجاز. ابدأ من النهاردة، اختار أي مهمة بسيطة قدامك وجرب عليها التقنية دي، هتتفاجئ بالنتائج. يا رب يكون الفيديو ده شجعكم. شاركنا في التعليقات إيه أول مهمة هتطبق عليها تقنية بومودورو، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكوا على خير.